واقع في المغرب؟ الوقفه اللي كنطالبوا فيها اول حاجه هي المحاسبه. نعسنا وفقنا تخرج لنا واحد الجيل اللي سميتو زين. المهم ما علينا. دابا انا واحد الحاجه اللي مبغيتش تفهم هي انا اش من جيل. انا راه 1992 اش من جيل اسيدي. هاد الجيل اللي خرج يطلب هي راه مزيانه تخرج بواحد الوقفه احتجاجيه وتكون سلميه بدون تخريب بدون عنف بدون تدمير اي حاجه من ممتلكات الدوله او ممتلكات شي مواطن. هذه حاجه باينه وواضحه بانك كتطلب الصحه والتعليم على الراس والعين، ولكن المشكله هي ملي خرج هذا الجيل خرج واحد الجيل واحد اخر. لكن امره غيتنفذوا الحقوق ديالنا ولا غتكون شي حاجه ما كثار من هذا الشيء. عرفنا اكس اغريك بوانكوم ما عرفنا اش من الجيل هذا اللي خرج ولا تيدير تخريب وتعنيف ولا كيهرس وكيكسر وكيدير بزاف ديال الحوايج. ولكن هذا السؤال المطروح هو هذا الجيل منين خرج؟ كنت خدام. ايوا يلا عاد كونجي. طالب بحقك ماشي مشكل، ولكن باش تخرب وتهرس وتدخل الرعب في المدينه وتشوه بالسمعه ديال المدينه ديالك، هادشي اللي هو مشكل بطبيعه الحال مشكل. وللعنف عمره ما كان كيجيب نتيجه ديال شي حاجه اللي كتكون زوينه. ما غنمشي معكم بعيد نتايا كشاب مغربي ولا كشابه مغربيه، ولكن المشكله هنا اللي طاحوا فيها غير الشباب. انت كشاب مغربي ما كتبغيش والديك يضربوك، كتبغيهم يحاوروك. داكشي علاش الحوار هو انسب حاجه. عندنا بزاف ديال الحوايج نقدروا نعبروا بهم. عندنا اقوى سلاح هو السوشيال ميديا. الا حطينا واحد الهاشتاغ، الا كنا كلنا صوت واحد وتنهضروا بسلميه وتنهضروا في المعقول بيني وبينك، واش ما غيكونش حوار؟ واش ما غتكونش واحد الاستجابه؟ ولكن هاد التخريب وهاد الشيء اللي وقع صراحه ما كيشرفش، حيت ما يمكنش لي انا ندوز في المدينه ديالي ونشوف واحد البلاصه اللي تكون مخربه وفيها العافيه، وما يمكنش لي انني نشوف واحد الانسان داير واحد البروجي ديالو وتيترزق منه الله وداير رواج وداير الحياه وعاطي واحد الصوره زوينه للبلاد لمدينتي. انا كندوي على سلا ولقى الحانوت ديالو مخرب، هزيتو ليه سلعتو ديتو ليه رزقو بدون موجب شرع. هادشي ما كيشرفش بصح، هادشي ما كيشرفش. وانا اللي زاد ضرني هو انني شفت واحد الطوبيس اللي فيه العيالات وفيه الرجاله وتعرضوا ليه وجلسوا كيضربوه وكل شيء. خويا هذيك المراه شوفها امك، شوفها اختك، شوفها وحده من العائله ديالك اللي خلعتيها وفزعتيها. صراحه ماشي هكا غنطالبوا بشي حاجه اللي هي مزيانه. وقد ما دار داكشي اللي دار، وبيني وبينك هذاك البوليسي اللي كضربو نتايا، وبيني وبينك هذاك البوليسي ولا داك المخزني اللي كضربو نتايا، واش شفتي الخلفيه ديالو؟ عنده عائلته، عنده ولادو. واش حطيتيه في واحد الموقف واحد السيتياسيون اللي خايبه؟ بطبيعه الحال هو تيوقفنا، ولكن راه المخزن كيوفروا لينا الامن. حيت كون ما كانوش البوليس كون رحنا شي تيقتل شي. ما غاديش يكون عندنا واحد الاستقرار. ولكن قبل ما تهز يديك عليه، شوفوا خوك، شوفوا واحد من العائله ديالك، شوفوا امال لواحد العائله باش تنوض انت تضربو. راه لا يعقل اخي. صراحه هادشي كيضر في الخاطر وكيضر في القلب. داكشي علاش درت هذا الفيديو من قلبي. هذا الراي ديالي الخاص، هادشي اللي كنحس به كنقولوا في هذا الفيديو. هادشي اللي شفت دا، هادشي اللي شفت في هاد 3 ايام صراحه كيضر في الخاطر وما تيعجب حتى شي واحد. وما يمكنش ليا نكون راضي به، وما تقولش ليا حتى والديك راه راضيين به، وما تقولش ليا بان والديك فرحانين بك وانت كدير هاد التخريب وهاد الشيء كامل. حتى واحد ما غادي يفرح لك وحتى واحد ما غيفرح بك. ولكن راك غتحط والديك في واحد السيتياسيون اللي لا يحسد عليه. صراحه غنوليو نشوفوا بزاف ديال الوالدين كيبكيو مؤخرا. داكشي علاش الله يعطينا الصبر والله يهدي الشباب والله يحفظ لينا بلادنا. وعاش الملك محمد سيس، عاش الملك. خوتي الفيديو تسالى، ولكم التعليق ما تنساش تبارطاجي الفيديو، وما تنساش تخلي معك واحد الابوني. ولكم واسع النظر وعندكم الحريه في التعاليق. السلام عليكم. بالعقل وبالسلم صوتك غيتسمع، اما بالفتنه تحد ما غتقنع.